شوف احنا ممكن نكون فعلا ما عندناش ناطحات سحاب زيكم، بس عندنا حاجات كتير قوي مش عندك ولا عند غيرك بالمناسبة. خلاص اتعملت من زمان، اللي سبق سبق. صدقني مش ناطحات السحاب هي اللي بتصنع العظمة والتاريخ، احنا بالفعل عندنا حاجات بتتكلم وبتقول ان مصر هي اعظم بلد عرفها التاريخ. طمست وزعلت صح؟ انا عارف، تعالى اوريك. عندنا هرم الملك خوفو 4675 سنة، الوحيد من عجائب الدنيا السبع اللي لسه قائم إلى الآن. يعني لو أنت بتفكر تشوف حاجة من عجائب الدنيا السبع مش هتلاقي حاجة تشوفها غير هرم خوفو. عندنا هرم خفرع 4583 سنة. عندنا ابو الهول 4583 سنة. عندنا هرم منقرع 4515 سنة. عندنا معبد دندرة 4270 سنة. عندنا معبد الكرنك في الأقصر 4000 سنة. عندنا وادي الملوك اللي مدفون فيه أكتر من 200 ملك وملكة 3575 سنة. وعندنا معبد الأقصر 3400 سنة. وعندنا طريق الكباش 3270 سنة. وعندنا معبد فيلة في أسوان 2500 سنة. وعندنا معبد خونم 2000 سنة. وعندنا السد العالي أكبر سد في أفريقيا، واللي عمل وراه أكبر بحيرة صناعية عملها البشر في التاريخ. عندنا حصن بابليون 1850 سنة. عندنا الكنيسة المعلقة 1700 سنة. عندنا كنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان 1625 سنة. عندنا كنيسة أبو سرجة 1625 سنة. عندنا المغارة اللي استخبت فيها العائلة المقدسة 3 شهور كاملين تحت الأرض. وعندنا البير اللي شربت منه السيدة العذراء مريم وابنها السيد المسيح. عندنا كنيسة القديسة بربارة 1525 سنة. عندنا جامع سيدنا عمرو بن العاص 1353 سنة، أول جامع في مصر وأفريقيا. عندنا معبد بن عزرة 1120 سنة. عندنا كنيسة ماري جرجس 1100 سنة. عندنا طولون 1150 سنة. وعندنا شارع المعز 1080 سنة. عندنا الجامع الازهر 1080 سنه، وده بالذات مفيش حد في الدنيا كلها عنده زيه. عندنا جامع الحاكم بامر الله 1036 سنه. وعندنا باب زويله 938 سنه. عندنا باب الفتوح 938 سنه. وعندنا باب النصر 938 سنه. عندنا الجامع الاقمر 900 سنه. عندنا قلعه صلاح الدين الايوبي 842 سنه. عندنا جامع السلطان حسن 660 سنة، وده بالذات ما ينفعش يكون عندك زيه. بمناسبة ناطحات السحاب، الهرم ده فضل 3800 سنة هو أعلى بناء عرفته البشرية. فضل ناطحة سحاب لمدة 3800 سنة لحد ما اتكسر الرقم سنة 1311 على إيد كاتدرائية لينكولن في إنجلترا. فلو على ناطحات السحاب فاحنا عندنا من زمان قوي، وبقى عندنا دلوقتي كمان. يمكن انتوا فعلا بتناطحوا السحاب، بس المصريين بيناطحوا الزمن.